في عام 1840 تمكن الفرنسيون من القضاء على المقاومة في متيجة، وكانوا قبل ذلك قد احتلوا قسنطينة ووجهوا كل قوتهم نحو ثورة الأمير عبد القادر الجزائري. اعتاد الأمير ورجاله على اللجوء إلى المغرب كلما اشتد الحصار عليهم، وهذا ما حدث بعد سقوط عاصمة الأمير المتنقلة. لكن في هذه المرة لم تطل إقامة الأمير في المغرب. كانت الحدود متداخلة، حدود الجزائر مع المغرب متداخلة، وهم شعب واحد. مثلا قبائل بني سناسي في منها بالجزائر وفي منها في المغرب في مراكش. هؤلاء في منهم مقاتلين مع الأمير، وأقربائهم وأنسبائهم في المغرب يقيمون في المغرب. يعني حتى القبائل متداخلة مع بعض، فكانوا يساعدون ثورة الأمير ويحترمون ثورته ومقاومة ولم يكتفي بيجو بالاحتلال الاقتصادي، بل أجبر السلطان وهدده وضرب أغادير وضرب وجدع بالمدفعية، وأجبر السلطان على محاربة الأمير عسكريا. فوجد السلطان، وأنا لا أريد أن أهاجم أحد، له عذره، وأنا أعذره، ولا أحد منا من عائلة الأمير عبد القادر يلوم المغرب لأن فعلت ما فعلته مع الأمير. هذه سياسة، لكن كان مضطر. الظالم هو المحتل، الظالم هو مخططات بيجو.